صباح النور حبيبة قلبي، وش راكم؟ ان شاء الله كامل راكم بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. حبيبتي، قبل ما نبداو لا فيديو ما ننساوش نصليو ونسلموا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. شوفوا حبيبتي، اليوم جيتكم بوصفة صحية وبزاف بزاف بزاف بنينة. جيتكم بهذا الباذنجان هذا اللي يجي محشي كيما هكذا، يجي روعة في البنة. وحتى يعني اصحاب الرجيم اصحاب الحمية يقدروا يتبعوه ليتبعوا الاكل الصحي. انصحكم بهذه الوصفه. شوفوا حبيباتي، جيبوا كميه تاع الباذنجان اللي عندكم بعد ما كنت غسلته حكمت. كما راكم تشوفوا خليت له هذا الراس اللي يجي هكذا ملفوف، كما تقدروا تنحيوه كما حبيتوا. حكمت. قسمت الحبه على زوج، كل حبه كنت حكمت قسمتها على زوج. وهنا رايحه نجيب الكسكيس، رايحه نفورو بدل ما كنا نقليوه وهذوك الزيت. هنا رايحه غير نفورو. حبوباتي شوفوا، ما تقولوش يعني ما يجيش بنين، ما يجي كاين حتى فرق، يجي عادي كيما المقلي. كنت درت لكم وصفه ديجا من قبل هذا الباذنجان اللي يجي محشي كيما هكذا وكنا اقليناه. وهذا المره عطيتكم هذا الوصفه اللي تكون هكذا مفوره، ما نديروا له والو. جوست نقسموا الحبه تاعنا على زوج ونحطوه ايفار. بعد كي نحيوه رايحين نبداو نحيو الحبات اللي من تحت والحبات اللي من الفوق، رايحين نزيدو نخليوهم يفوروا شويه. في الوقت اللي راهو يفور هنا حنوجد الدجاج تاعي. عندي نص صدر تاع دجاج مع حبه بصله صغيره مع سنينات هكذا تاع ثوم. رايحه ندير كلش مع بعضه، نرحيهم مع بعضهم في الروبو. بالمناسبة حبيتي، اليوم على بالي بلي اليوم بزاف اللي عندها ولادها، بنتك ولا بنك، اختك ولا اخوك ولا اي واحد في العيله تاعك يعقبوا الباك. نقول لكم بالتوفيق ان شاء الله، يا ربي يوفقهم. ان شاء الله اللي راهم حافظينه يلقاوه، اللي ما همش حافظينه ما يلقاوهش. ربي ويوفقهم ويفرحهم يا ربي، امين يا رب العالمين. شوفوا حبوباتي، هنا نوليو للوصفه تاعنا. حكمت المقله تاعي كما شفتوا، درت فيها غير قطره تاع زيت. كما تقدروا تستعملوا زيت زيتون، كما تقدروا تستعملوا الزبده هذيك الحيوانيه، يعني اللي خاصه باصحاب الرجيم والحميه ولا الاكل الصحي. هنا شوفوا حبيتي، نجيب هذاك الدجاج اللي كنت رحيته في المقله ونبقى هكذا نخلط فيه بهذا الشكل به يتفتت بهذا الشكل. شوفوا كيفاش يولي. هنا نزيد نكمل نبدا نوجد في الحشو. هنا في نفس الروبو اللي كنت رحيت فيه الدجاج، رايحه رحيت فيه حبه تاع طماطم. كيف رايحه نزيدها على هذاك الدجاج ونخلط. هنا راني منقصه للنار وراني نزيد كل مره في المكونات تاعنا. كما قلت لكم هذه الوصفه تجي بزاف بنينه، على بالي باللي الناس اللي يكونوا هكذا في فتره تاع يعني حميه ولا تجيهم اكله الحميه صامته. ثم نجربوا كيفاش كاين وصفات بزاف 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 اللي خاصين بهذا الحاجه. رايحين ما تحسوش يعني هذاك الضغط النفسي تاع الحميه. يعني تولي تقولي انا ما ناكلش هكذا ولا ما ناكلش هكذا. كاين وصفات يجيو بنان تاكليهم تستمتعي وانتي تاكلي فيهم. هنا نولي الوصفه. قلت لكم بعد ما زدت طماطم زدت لها ملعقه صغيره تاع طوماط كونسونطري، ومن بعد بديت نزيد في لي زيبيس: ملح، فلفل اكحل، شويه تاع كزبر، شويه تاع فلفل الاحمر، وزغبره شبك تاع زنجبيل. وهكذا نقلي كلش مع بعضه بهذه الطريقه ونخليه يتقلى شويه. بعد ما يتقلى شويه هنا رايحه نجي ندير له كميه قليله برك تاع ما به ما يطيبناش ناشف. جوست هكذا برك ما يعني يكون الماء معاه في المستوى تاعو. هذا ما كان يعني كميه قليله برك. ونغطي عليه حبوباتي ونخليه يطيب. ما في الوقت اللي يطيب فيه الحشو الباذنجان تاعنا من هي راهو يفور. هنا شوفوا بعد ما كانت فارت الكميه الاولى، هنا نجيو نحيو القلب هذا تاع الباذنجان تاعنا ونجربوا كيفاه ما نفسدوش هذيك القشره به فيها نعاودوا نعمروا الحشو تاعنا. شوفوا نحيو القلب تاعو هكذا كامل
غير بالملعقه. شوفوا راني نصور بيد وراني نخدم بيد، ما قدرتش كيفاه، بصح هي شوفوا راهي سهله، رايحه تتنحي لكم بكل سهوله. برك نتوما امشيو بالملعقه هكذا اطراسيوها سير داير وهي رايحه تتنحى بكل سهوله. هنا رايحه نحطهم يعني في طبسي بجيبه، من بعدها نزيد نكمل نحطهم في الحشو. شوفوا هنا الحشو بعد ما كان نشف، ما تخليوهش ينشف مره يقعد ما فيهش الماء، تخليوه شغل مشمخ. رايحه نزيد هذاك الباذنجان اللي كنت نحيته، القلب تاعو كنت نحيته، رايح نزيدو الحشو. اول حاجه رايح يزيد لنا في البنه ورايح يزكيهولنا. يجي بنينه روعه روعه. ننصحكم لازم تجربوه، هذا الوصفه الصيفيه هذه لازم تجربوها كامله. شوفوا حبوباتي غير بالفرشيطه هكذا نجرب كيفاش هذاك الباذنجان نعاود نحلو في هذاك الحشو تاعنا بهذه الطريقه. هو هذاك وحده يعاود يولي يطلق روحه ويتوزع في الحشو. بهذه الطريقه. ومن بعد نوليو هنا الحشو هنا تاعنا ها واجد. هنا هذوك كيما نقول باذنجان اللي فرغناهم، شوفوا كيفاش يكونوا. قلت لكم تجربوا كيفاه ما تفزدوهش. وهنا عندي صوص طوماط عاديه، كل وحده تستعمل صوص طوماط اللي عندها. انا ربيت شويه طماطم مع طوماط كونسونطري، شويه تاع ثوم لي زيبيس ومرقتهم بالماء، وهذا ما كان صوص طوماط عاديه. وهنا حبوباتي رايحه نجيب هذاك الحشو ونبدا نعمر في القوارب تاعنا هذو. شوفوا كيفاش تهزوا الحشو عمروا كميه مليحه يعني. انا هنا المولى جاني صغير، دوك نعاود نولي ان كيما نقولوا ندير على دو مول باه نقدر نعمرهم مليح. وهذا الحشو رايح يدير لكم الكميه، شوفوا الله يبارك راهي كميه لبس بها وعمرها لي كامله. ها شوفوا حبوباتي قلت لكم هنا برك وسعت هكذا. ورايحه نجيب هذيك لاصوص طوماط اللي كنت درتها معاكم، كنت قلت لكم كيفاش درتها. رايحه نجي نحطها هكذا في المول باه ما كيما نقولوا انا ما نحبش يعني الحاجه اللي تجي ناشفه باه هكذا. كي من بعد تهزوا الباذنجان تاعكم راح تكون كاينه معاه صوص يعني تجي روعه. وهنا بالنسبه للفرماج رابي راح ندير كميه هكذا من الفوق لي يعني ما همش حميه ولا عادي. ديروا شيدار، ديروا اي فرماج عندكم اللي حبوا يعني يكونوا حميه، يقدروا يستغنوا على الخطوه هذه تاع الفرماج كيما يقدروا يديروا موتزاريلا راهي مسموحه. تقدروا ديروا الموتزاريلا تعوضها بها، كيما تقدروا ديروا كميه قليله من هذه ماهيش رايحه تضر يعني بزاف. هنا حبوباتي كل واحد يعني يشوف على واش راهو يحب هو ومقدور تجيبو كيما هكذا. وندخلهم جوست يعني يديو هكذا تحميره. شوفوا هنا بعد ما كنت خرجتهم من الفرن هذاك الفرماج يذوب، هذيك لاصوص تثقل وش نقول لكم بنه وخلاص. وهذا هو الشكل تاعهم في طبق التقديم. شوفوا كيفاش يجي وصفه سهله سريعه ما تديش منكم وقت، خلاص ثم توجد الوقت اللي راكي تفولي راكي توجدي في الحشو. بعد تعمريهم وتلوحيهم في الفرن يطيبوا ثم رايحين يوجدوا. وبهذا حبيباتي نكونوا لحقنا نهايه لا فيديو تاعنا تاع اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم ولا رضاكم. ما تنساوش تخليوا لي جيم باه تحفزوني حبيباتي اكثر اكثر. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله. سلام.